الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. النهارده هنعمل المحشي. اول حاجه بنعملها ده سمنه وزيت وبصله هتبلها، ومعايا طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه يا دوب بس كده. هدبل البصله واحط الطماطم دقيقه كده، وهنحط الطماطم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ده ايه في الحاجه ده كفايه قوي. البصل معايا كده، احط الطماطم وهسيبها لما تقصر خالص، يعني تتسبك على الاخر. انا لسه ما تبلتش ولا حطيت اي حاجه، سيبها بس تغلي كده وتقصر وبعدين هنشوف هنحط لها ايه. هنا بصله وتوم هفرمهم مع بعض عشان احط عليهم كل التوابل وادعكهم ببعض واسيبهم للاخر خالص. فرمت التوم مع البصل، هحط نص معلقه ملح، هحط كزبره ناشفه نص معلقه، هحط كمون نص معلقه، معلقتي كبيره يعني عادي. هحط فلفل، الفلفل برطمان ما فيهوش كتير فانا هفصل على ما احط فلفل. هحط شويه بهارات مشكلين، اقلب نص معلقه بالمنظر ده. كل ده بقى هدعكه حلو قوي بالمعلقه على الثوم والبصل، وهسيبه لما اجي احط الرز والخضره يبقى معاهم، بيخلي الريحه جميله قوي قوي. ده ني بقى بيتحط في الاخر مع الرز. هدعكه حلو قوي ونشوف ان شاء الله. شايفين الصلصه بتاعتي الدهون بتاعتها ظهرت على الوش اهي، اتأثرت خالص. الوقت انا هعمل ايه بقى؟ شايفين انا هحط الثوم والبصل اللي معايا اللي انا كنت فرمهم وحطهم علشان ايه؟ يشرب يعني الصلصه تتوزع عليهم كلهم وهم يتوزعوا فيها كده، فتاخد الريحه الجميله بتاعت الثوم الني والبصل الني دي. وهحط ايه برضه؟ كل حاجه لسه ما اتحطتهاش هحطها. الرز انا معايا كوبايه رز كبيره، يعني علبه صغننه، او يعني علبه علبه مش اي علبه، يعني حاجه كده زي بتاع المشروم، حتى مش ملانه، علبه مشروم كده اللي هي العلبه الكبيره بس مش ملانه. شايفين الصلصه جميله كتير عليها ازاي. وهحط الخضره كده كل حاجه عندي، هقلبها شويه على نار هاديه عشان تتشرب، وبعدين نطفي عليها ونشوف بقيه مكونات المحشي هنعملها ازاي. تمام كده معايا الرز خلاص خلص اهو اتعصر، هسيبه بقى يهدى ونشوف الحاجات التانية بقى. نجهز كوسه، نجهز بصل، بس ده يهدى بقى براحته كده وبعدين نبدا مراحل التجهيز هنشوفها مع بعض. ده كده تمام، كل حاجه جاهزه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الكوسه هجهزها. انا شلت الجزء اللي بيبقى هنا واللي هنا وخربشتها كده بالسن اللي هو بتاع المقوره. هعمل كل الكميه بتاعتي كده وبعدين نمسكها نقورها من جوه بالمقوره. طبعا كلنا عارفين يعني ايه نقور ونشيل القلب بتاعها اللي هو ده. لو هي كبيره بنقسمها اتنين، لو هي ايه معقوله بنسيبها زي ما هي. وهنخلص الكميه ونشوف مع بعض. هي صينيه خدت قلب الكوسه اللي طالع منها من التقوير، ومعايا الكوسه جاهزه اهي. همسك بقى معلقه، ومعايا طبعا العصاج اهو. همسك معلقه صغيره كده واحط فيها، ما بملهاش للاخر قوي، بسيب كده مسافه صغننه عشان الرز ما يتمدد ما يبقاش ايه. بعملها بصبعي كده بس، بسيب المسافه دي واكمل الكميه بتاعتي وارصها في الصينيه. انا معايا هنا حله حطيت فيها معلقه زيت وقطعت فيها جزر وبصل. هاخد بقى انا معايا هنا ورق الكرنب اهو ومعايا الرز. هاخد كميه بالمعلقه صغيره كده على الورقه، وهحاول الفها صباعات صغيره. طبعا المنظر ده طبعا مش هينفع بايد واحده هعمل واحد واوريهولكم. زي ما احنا شايفين صوابع صغيره كده وهرص. الحقيقه انا كنت عايزه احط اللحمه تحت، بس طلعت اللحمه صغيره. على ما سويتها نص سوا كانت استوت الحقيقه، يعني ما شاء الله. انا كنتش متوقعه انها تستوي بالسرعه دي، فاستوت خلاص الحمد لله. انا هرص. انا بحب دايما احط اللي هو فيه نسبه خضار تحت والابيض فوق، حتى لو يعني حاجه اتلسعت ولا كده يبقى من الاخضر. وهكمل بقى بالطريقه دي، صفه رايح صفه جاي لحد ما اخلص
كل الحلة بتاعتي. واحنا خدنا مع بعض ازاي نعمل الكرنب، نسلقه ونقطعه. احنا بنقطعه شرايط طويلة، وبعدين اعمل زي ما انتم شايفين كده، شايفين شرايط طويلة كده. بمسك الورقة، احنا معانا عندي عاملاها قبل كده، هتلاقوه في الفيديو اللي قبل كده بتاع المحشي، الطريقة من اولها لاخرها، من اول ما بسلق الكرنباية هتشوفوها هتلاقوها عندكم. خلاص جاهز. انا رشيت ملح على الوش كده لان ملحه كان هادي، وكمان معايا الكوسه. انا هبدا احط عليهم الشوربه طبعا سخنه. هسقي كده بالراحه، مش هيتفك معايا لان انا بسقي بالراحه ما بتفكش. هسقي كده يا دوب، هبقى مغطيه، وهسقي برده الكوسه، وهنشوف مع بعض الدرجه اللي انا وقفت عندها في السقيان، هوريها لكم كده. تمام، شايفين يا دوب يعني حد ما غطاهوش يساوي ليها. وهنا برضو شايفين بنص الكوسيه تقريبا، لان انا هفرشها تحته اللي هي اللي طالع منه القلب، فده كله طبعا لسه كرمه. انا حاطاه على البوتاجاز من فوق على بس يغلي، وهدخله في الفرن علشان ما ياخدش وقت. وده هنغطي عليه لحد ما ينشف، وبعدين نهدي النار على الاثنين ونشوف النتيجه مع بعض. ما شاء الله المحشي معايا استوى وجميل، طعمه رائع رائع. هنغرفه مع بعض، هنغرف وهنقلب الصينيه الحله دي وهنحط جنبها ونشوف مع بعض. بسم الله ما شاء الله، جميل وتسويته حلوه وكل حاجه فيه حلوه، طعم وريحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. جربوا الطريقه دي وشوفوها، وبألف هنا وشفا.